القناة اللي أنت بتشوفني منها دلوقتي دي اللي هي قناة محمد علاء اللي أنت بتشوفني منها حالًا دي دلوقتي، القناة دي تقريبًا معمولة بقى لها 4 شهور، 4 شهور ونُص، الحمد لله رب العالمين جِبنا فيها 6100 ساعة مش 4000 تمام، ما جِبناش 1000 مشترك وبس، جِبنا 3088 مشترك، قُل يا عم 3100 مشترك، وأنا صوّرت لك بالكاميرا بتاعة التليفون أنت هتطلع من الفيديو. طيب أُمّال إزاي أنا باطلّع الجودة دي؟ باطلّع الجودة دي حضرتك عن طريق بُص أنت عشان تكسب فلوس من اليوتيوب ويبتدي ينزل لك قبض بشكل شهري من اليوتيوب ويبقى ليك دخل من اليوتيوب، لازم في البداية يكون عندك في قناتك 1000 مشترك و4000 ساعة، ودي معلومة تقريبًا 90% مننا عارفينها يعني ما أظنش إن في حد دلوقتي مش عارف شروط تحقيق الربح من اليوتيوب، بس الفكرة إن أنت ممكن تكون عارف الشروط بتاعة تحقيق الربح ال1000 مشترك وال4000 ساعة وبرضه ما توصلش للشروط، أنا أعرف ناس بقى لهم 6 سنين و4 سنين و5 سنين مش عارفين يوصلوا ل4000 ساعة. طب هل العيب فيهم؟ لأ، هو العيب مش فيهم، بس العيب في طريقة شغلهم. القناة اللي أنت بتشوفني منها دلوقتي دي اللي هي قناة محمد علاء اللي أنت بتشوفني منها حالًا دي دلوقتي، القناة دي تقريبًا معمولة بقى لها 4 شهور، 4 شهور ونُص، الحمد لله رب العالمين جِبنا فيها 6100 ساعة مش 4000 تمام، ما جِبناش 1000 مشترك وبس، جِبنا 3088 مشترك، قُل يا عم 3100 مشترك، يعني معديين الشرط بتاع ال1000 مشترك ده ب2000 مشترك أو 2000 كمان، ومعديين كمان ال4000 ساعة ب2100 ساعة، طيب إحنا بقى إيه اللي بنعمله أو إيه الشغل اللي بنشتغله بيخلّينا نوصل للمشتركين وللساعات في فترة قليلة؟ ما هو أكيد في سِر، هو الصراحة هو مش سِر، هو حاجة معروفة يمكن أنت بس مش واخد بالك منها. حضرتك أنت لو جيت دلوقتي حسبت ال4000 ساعة دول بالضبط، هتلاقي إن ال4000 ساعة دول تقريبًا بتاع 240,000 دقيقة، يعني أنت لو جيت حسبت ال4000 ساعة دول هتلاقي إن لو الساعة 60 دقيقة فأنت محتاج 240,000 دقيقة، يعني من الآخر المشاهدين اللي بيخشوا القناة بتاعتك لازم يتفرجوا على 240,000 دقيقة من الفيديوهات اللي أنت بترفعها. طيب أنا ليه باعرّفك الإحصائيات والأرقام دي؟ عشان يبقى عندك وعي إن من الآخر أنت لازم تكون بتقدّم محتوى بجودة أنا هاعرّفها لك دلوقتي، تخلّي المشاهد يقعد في الفيديو بتاعك أكبر فترة ممكنة، وبالتالي هتلِم ال240,000 دقيقة دول هوا. طيب الفيديو عندي بيتكوّن من إيه حضرتك؟ الفيديو بيتكوّن من صوت وصورة. طيب لو في عيب في حاجة من الاتنين، المشاهد مش هيقدر يقعد دقيقة في الفيديو. وبالتالي ال240,000 دقيقة دول هتلمّهم بصعوبة جدًا، 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 تمام، يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لو الصوت اللي أنت بتسمعه دلوقتي ده وِحِش، طبيعي جدًا أنت أو أنا هيسيب الفيديو ويخرج، وده طبيعي جدًا وحاجة بديهية جدًا، جدًا، جدًا. طيب، طب لو جودة الصورة وِحشة، برضه هيسيب الفيديو ويخرج. طب محمد طب ما هو أنت برضه أنا حالتي المادية على قدّها، معيش فلوس إن أنا مثلًا أشتري أو أعمل، طب أعمل إيه عشان أطلّع جودة صوت حلوة وجودة صورة حلوة؟ بُص حضرتك في البداية أنت لازم قبل ما تبدأ صناعة محتوى، لازم تنزل تجيب مايك. بارشّحه في أكتر من فيديو وقُلت في أكتر من فيديو ممكن نشتري بويا M1. ناس كتيرة قالوا لي: "يا محمد إحنا بنيجي نشوف في أمازون بنلاقي إن مايك البويا ده سعره 700 جنيه و800 جنيه و900 جنيه." يا حبيب قلبي أنا ما قُلتلكش تشتريه أونلاين، لإن طبيعي جدًا الأونلاين هيكون أغلى من المحلات، طبيعي جدًا، جدًا، جدًا. ليه؟ لإن هو بيزوّد عليك شحن، طبعًا غير عمولة التاجر، غير عمولة المصنع، غير عمولة يعني كذا عمولة. أنا مش باقول إن الشرا الأونلاين وِحِش، بل بالعكس أنا المايك البلوتوث اللي باتكلم بيه دلوقتي ده أنا شاريه أونلاين، لإن أنا ما لقيتوش في أي حتة، بس جِبته من أمازون، وجِبته تقريبًا ساعتها ب1700 جنيه تمام، بس أنا باقول لك إن أنت لو نزلت المحلات هتلاقي مايك البويا أنا باتكلم في وقت تصوير الفيديو، ممكن تكون أنت بتشوف الفيديو بعدها بسنة، بعدها بسنتين، يبقى السعر في حتة تانية. أنا باكلمك دلوقتي إن سعره تقريبًا من 250 ل350 جنيه. أنت بتنزل بتاخد معاك تليفونك حضرتك وبتقول للراجل بعد إذنك أنا هافتح أجرّب المايك. الراجل رفض، قُل له معلش مشكورًا مش عايز المايك وامشي وسيبه. ليه؟ لإن أنت لو أنت ما اتفقتش قبل أي حاجة، ممكن المايك ما يكونش شغال على تليفونك، ممكن يكون المايك فيه عيب. يا عمي أنا مايك البويا اللي عملت له مراجعة في القناة عشان أشتريه صح، لفيت في 3 محلات، كل محل آخد منه المايك بيبقى المشكلة في المايك نفسه. ليه؟ لإن المايك ده بيبقى سعره رخيص، وسهل جدًا إنه يتضرب تحت بير السلم. تمام، فأنت لازم تجيب المايك تاخده كده أهو تجربه على التليفون بتاعك. طب محمد أجربه إزاي؟ تضرب ضربتين كده على المايك، المفروض إن أنت هتسمع زي نغمشة، يعني أنت لما تيجي تركب المايك اضرب كده ضربتين كده على الهيد بتاعه من فوق كده، شوف لقيت طلّع صوت كده وأنت أمّا بتيجي تقرّب الصوت واضح وكده، خلاص يبقى كده المايك ده شغال. طيب شغال أنت عليه وما فيش أي صوت، يبقى المايك ده فيه مشكلة أو تليفونك مش بيدعم مايكات خارجية.
طب في حاله ان تليفونك مش بيدعم مايكات خارجيه هتحمل اوبن كاميرا. تمام. وده اللي ينقلنا للخطوه الثانيه. تصوير الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي ده، عشان تطلع فيديو بالجوده اللي انت شايفها حالا دي، لازم في البدايه حضرتك تكون ماسح العدسه بتاعتك. العدسه بيكون عليها تراب، حته منديل كده وامسح العدسه. بعد كده حضرتك يا تقعد في قدام شباك، يا تحط قدامك لمض زي ما انا ما حاطط قدامي. انا حاطط قدامي سوفت بوكس ورينج لايت. انت معكش انك تجيب دول، ممكن تحط لمبه قدامك. طيب كل دول لو انا صورت لك بالكاميرا بتاعت التليفون انت هتطلع من الفيديو. طيب امال ازاي انا بطلع الجوده دي؟ بطلع الجوده دي حضرتك عن طريق تطبيق اوبن كاميرا. وممكن دلوقتي تخش على اليوتيوب وتتعلم اوبن كاميرا من الالف للياء من قناه استوديو اشرف. كل على حضرتك يا غالي هتكتب كده اهو كلمه تعليم برنامج اوبن كاميرا. تمام. بعد ما تكتب تعليم برنامج اوبن كاميرا هتلاقي حضرتك قناه استوديو اشرف، دي من القنوات الممتازه وقلتها في اكتر من حلقه على فكره. تمام. هتخش هنا اهو تتعلم ازاي تصور وتطلع جوده محترمه من الكاميرا بتاعتك عن طريق برنامج اوبن كاميرا. استوديو اشرف الصراحه يا جماعه شارح الفيديوهين، يعني هو تقريبا مده الفيديوهين تقريبا على بعض 28 دقيقه 26 دقيقه، بس هتطلع جوده محترمه. اتفرج عليهم زي كورس ببلاش، مش هتدفع فلوس، بس هيخليك تطلع جوده من الكاميرا بتاعتك. طيب دلوقتي طلعنا صوت حلو، صوره حلوه. بعد كده لازم تستمر في انشاء المحتوى. مش من اول فيديو الدنيا هتظبط معاك، وممكن من اول فيديو الدنيا تضرب معاك، مفيش مشكله، هي بتبقى ارزاق. بس انت لازم تستمر. نزل النهارده فيديو، بكره فيديو، بعده فيديو، بعده فيديو، بعد فيديو، هتلاقي ربنا كرمك بفيديو فيهم جاب لك مشاهدات كتير، وبالتالي ساعات كتير، وبالتالي هتلم ال 4000 ساعه بسرعه. ما تعملش تبادل اشتراكات. فكك من التبادل، فكك من الطرق الغير شرعيه، ابعد عن الكلام ده تماما، امشي قانوني وامشي تمام. هتلاقي قناتك لما تيجي تقدمها في المراجعه الدنيا معاك زي العسل، مفيش اعاده نظر، مفيش رفض، مفيش الكلام ده. ليه؟ لان انت ماشي في الاساس بطريقه صحيحه. خلي المحتوى بتاعك اصلي وحصري عشان يوتيوب يقترح على ناس كتير. يوتيوب بيحب المحتوى الاصلي، ما بيحبش المحتوى المسروق ابدا. اوعى تسرق فيديوهات مهما حصل. خلي فيديوهاتك ملكك، خلي فيديوهاتك حلوه. تمام. ولو جيت دخلت في قناتي، في القناه بتاعتي انا شارح لك كل حاجه انت محتاجها. يعني انا شارح لك ازاي تعمل صوره مصغره زي اللي انت بتشوفها قدام حضرتك دي. كل الصور المصغره اللي قدامك دي احنا عاملينها بالذكاء الاصطناعي، وبالتحديد شرحنا الموضوع ده في الحلقه دي اللي صورتها ظهرت دلوقتي برضو لو انت حبيت تتفرج عليها. ولو انت عايز تشوف مراجعه كامله عن مايك البويا ام 1 اللي انا اتكلمت عليه في الفيديو، عملنا عنه قائمه تشغيل كامله اهي، اللي هي دي احتراف صوتك مع ابويا ام 1. 4 حلقات عرفتك ازاي تسجل الصوت منه، عرفتك تشتريه ازاي، وعرفتك ايه النصايح اللي تاخد بالك منها وانت رايح تشتريه، وكمان عرفتك ازاي تطلع صوت احترافي من الالف للياء، حتى من كمبيوتر، او لو ما عندكش كمبيوتر من المايك ده. عملنا له مراجعه كامله يا جماعه، مايك ممتاز بامانه بما يرضي الله. قلب في القناه بتاعتنا، خد لك لفه فيها على قد ما تقدر، هتطلع فاهم كل حاجه. صلى على النبي واذكر الله. السلام عليكم، باي باي.